ابراهيم دياباتي واحد من ابرز المرشحين للنادي الاهلي تماما، حرفيا مهاجم بيطير في الجو، مهاجم ما حصلش وبيسجل اهداف من كل مكان، لانه واحد من اجمد اللاعبين في الدوري السويدي. ايوه لاعب اجنبي ومحتاج تشوف مكان اجنبي ليه، بس محلوله وسهله. اتفرج بس معايا على الواد ده وانت هتعمل شير وهتعمل لايك للفيديو وهتتمنى ان الاداره تخلص فيه. حط لايك ويلا بينا. من قلب افريقيا لاوروبا، ومن ناشئ في اتلتيكو مدريد لنجم في الدوري السويدي. النهارده هنتكلم عن المهاجم الايفواري ابراهيم دياباتي، اللاعب اللي بيعيش احسن فتراته الكرويه دلوقتي وبيخطف الانظار موسم بعد موسم. دياباتي عنده 25 سنه، طوله 185 سم، عملاق، مهاجم صريح، وقيمته التسويقيه حاليا وصلت ل1.5 مليون يورو. بيلعب بقدمه اليمين لكن عنده قدره انه يسجل باي طريقه، بالراس بقى، بالقدم، او حتى بنص فرصه. تحركاته مثاليه حرفيا، لاعب سوبر. بدأ مشواره الكروي من اكاديميه اسك ميموزا طبعا المعروفه جدا في الكوديفوار، ومن هناك بدأ رحلته في اوروبا. انتقل لفريق الشباب في ريال مايوركا، وبعدها ناشئين اشبيليه الاسباني، ومن بعدها لاتلتيكو مدريد الاسباني. شبابه يعتبر هندلع في انديه كبيره، وده يدل انهم كانوا شايفين فيه حاجه كبيره. يعني احنا بنتكلم عن لاعب اتربى كرويا في مدارس كرويه من الطراز الرفيع والطراز الاول. في يوليو 2023 ومن سنتين فقط انضم لفريق فاستراس السويدي، رغم ان هو ما كانش بيشارك اساسي بشكل مستمر الا انه ساهم في صعود الفريق لدوري الدرجه الاولى. لعب معاهم 11 مباراه، سجل 3 اهداف، وظهر انه محتاج فريق يثق فيه اكتر ويديله فرصته كامله عشان الموسم اللي بعده حصل اللي هو كان مستنيه. دياباتي انتقل في صفقه انتقال حر لنادي جياس السويدي، فريق محترم يعني انهى الدوري السويدي في المركز السادس، والفرصه دي كانت بتدل على نقطه تحول حقيقيه في مسيرته. ومن اول موسم ليه انسجم بشكل سريع وبدا يبصم في كل ماتش تقريبا. يعني بتتكلم في اول 20 مباراه سجل 15 هدف وصنع 3 اهداف، 18 مساهمه في 20 مباراه، ارقام ممتازه لاي مهاجم، خصوصا انه بيلعب وسط منافسه قويه جدا في نفس المركز وفي فريق وسط جدول. والفريق دوت فيه 4 أو 5 مهاجمين تقريبا بيتنافسوا على التشكيل، ومفيش حد فيهم ثابت بشكل اساسي. لكن دياباتي فرض نفسه وبقى اساسي بمجهوده وعطائه. في ماتش ضد ديجر فورس سجل هدف رائع، وفي ماتش تاني ضد هامباربي احرز هدفين. الصحف السعوديه وصفت مستواه انه موهبه من نار، وصحيفه فوت افريقيا قالت ان دياباتي بيأكد انه واحد من افضل صفقات الدوري السويدي في 2024. تقييمه مثلا في اكتر من مباراه وصل ل 8.1 من 10، وده يعتبر رقم كبير جدا. ومتوسط التقييم بشكل عام 7.9 من 10، وده رقم كبير جدا لاي مهاجم مش بيلعب في نادي من الثلاثه الكبار. تعالوا بقى نبص على مميزاته في شكل نقاط سريعه. يعني بيتمركز داخل ال 18 بشكل ممتاز جدا، لدرجه ان هو بيسجل اهداف من مهما كانت الوضعيه اللي هو واقف فيها. يعني بيطير حرفيا في الجو وبيقدر يسجل اهداف زي ما انت شايف كده، عملاق وغول وحش حرفيا ما شاء الله عليه، قوي بدنيا وصعب ان هو تاخد منه الكوره، بيشتغل من غير كوره وبيسحب المدافعين وبيفتح مساحات، عنده